يسعد اوقاتكم حبايب قلبي، اهلا وسهلا فيكم بقناتي. وين ما كنتوا عم تشوفوني وباي وقت عم تشوفوني فيه بتشرفوا وبتنوروا القناة. بتمنى منكم اذا اول مرة عم تشوفوني تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد من القناة. لا تنسوا اللايك لدعم الفيديو. انا اليوم رح اعمل مربى الكرز على طريقتنا السورية، يضل حبة كاملة. اخترت هي النوعية من حب الكرز اللي بيجي لونها قريب على سواد، بيكون طعمة الحلاوة فيها كتيرة، ما بنحتاج استخدام سكر كتير. في نوعية تانية لونها بيجي على زهر بيكون حامضة، رح نحط لها كمية سكر وتستهلك كمية سكر أكبر. هلأ بعد ما فرطنا حبات الكرز وشلنا الأعواد منهم، الأعواد مفيدة جدا، اللي بيعاني من الصداع ما يكب الأعواد، يغليهم ويشرب ميتهم، كتير كتير مفيدة للي بيعانوا من صداع وأمراض الأعصاب. وهلا بعد ما شلنا الأعواد وجهزنا حبات الكرز أو حب الملوك مثل ما بيسموه باقي الدول، في دول بتسميه حب الملوك وبيستاهل هذا الاسم. هلا رح نشيل العجوة أو النوى. أنا عندي هي المكنة من قدام بهرس فيها توم، وفي هذا المكان مخصص لنقيم النوى من الكرز من الزيتون، بستخدمها أثناء بدي أعمل الزيتون المحشي. كتير سهلة وقت اللي بتقيم النوى أو العجوة. وفينا بالشلمون نشيله بس بياخد وقت كتير. هاي بتلاقوها عند بياعين الأدوات المنزلية، في عندهم منها كتير بتريح بهيك شغلات، خصوصا أيام الزيتون. كتير أنا بتساعدني بأيام الزيتون وقت اللي بعمل الزيتون اللي بدون عجوة. هلأ بعد ما نشيل كل العجو من الكرز، خلصنا كل الكمية، رح ننتقل لطريقة التحضير. مثل ما قلت هلأ هذا حلو كتير، هي النوعية رح احط للكيلو كوبين سكر. بس اذا كان حامض لازم نحط تقريبا كيلو بكيلو. هدي النوعية اللي قلت عنها اللي لونها زهر لازم نحط كيلو بكيلو، بس هي النوعية اللي مايلة على سواد رح احط للكيلو كوبين من السكر. هلأ جبت طنجرة، حطيت كوبين السكر وحطيت لهم ربع كوب مي، ورح خليهم يدوب السكر ويغلوا مع بعضهم. في طريقة فينا نطبق حبات الكرز مع السكر ونبيتهم يوم لينزلوا ميتهم، وما نضيف مي ابدا، بس الكرز ما بيطالع مي كتير حتى لو بيتناهم ليلة كاملة، فهيك اسرع واسهل. وهلأ رح تتبخر ربع الكاسة اللي حطيتها بالمي اثناء الغليان. بعد ما غلي القطر والسكر والمي غليوا، ضفت الكرز. هلا بنضيف حبات الكرز وبنتركهم حتى يغلوا مع بعضهم من اول وجديد. تقريبا ليبلش يغلي بده شغلة 5 دقايق، ببلش بيغلي معنا مثل ما شايفين على نار عالية. هلا بعد ما يصير بهذا الشكل تبلش تطلع هيك الرغوة هيك لفوق ويغلي كتير، بنوطي الغاز على الشمعة، بنلاقيه هدي، ومنشيل هالرغوة البيضة اللي طلعت على الوش ومنوطيه على الشمعة 10 دقايق. منحط معلقة ملح الليمون صغيرة قبل ما نطفي عليه. بالنسبة للي بدهم يحطوه على الشمس، بيغلوه 10 دقايق، بيحطوا معلقة الملح الليمون وبيحطوه على الشمس. إذا كانت الكمية كبيرة بيحطوه يومين على الشمس، إذا كانت الكمية قليلة تقريبا 5 ساعات على الشمس. مثل أنا هذا كيلو رح أحطه 5 ساعات على الشمس بكفي. اللي بده يغليه أو يعقده تعقيد كامل على الغاز رح ياخد معه 40 دقيقة، بيصير معه معقود جاهز. بيعبيه بالمطاربين، بخليه ليبرد، بيعبيه بالمطاربين. بس أنا بحب حط المربيات كلها على الشمس قبل ما أحطها بالمطربة. يعني أنا هلأ بعد ما اغلي 10 دقايق رح حطه بصينية وحطه على الشمس لمدة 4 ساعات، على شمس حامية طبعا، شمس الظهر. 4 ساعات قلت لأن الكمية قليلة. إذا كانت الكمية كتيرة رح خليه يومين على الشمس. شايفين لونه بياخد العقل، حتى كل حبة بحبتها.
وانتوا بتتحكموا بسماكته قد ما بدكم. كل ما طول على الشمس اكتر بيسمك القطر اكتر، واذا بدكم كمان على الغاز كل ما طولتوا بغليان وعلى نار هادية بيتعقد اكتر. بس المربيات اذا بنحطها على الشمس بتحافظ على لون حلو، بتعطي طعمة اطيب. لهيك انا بحط جميع المربيات على الشمس. وهي النتيجة النهائية. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم والفيديو نال اعجابكم. اذا عجبكم اشتركوا بقناتي ودعموني وحطوا لي لايك للفيديو. بتمنى لكم كل خير وسعادة.